تعالوا نعمل مع بعض النهارده احلى والذ وافخم بتيفور ممكن تعملوه. احلى من المحلات بجد. طالع كده هش وناعم ودايب، ومش قادره اقول لكم يا جماعه كان حلو قد ايه. بصوا البتيفور في ايدي عامل ازاي، شايفين كمان شكله عامل ازاي، حلو جدا. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله هتنجح معاكي لو مشيتي على المقادير اللي انا هقول لك عليها، وهيطلع معاكي احلى بتيفور. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملنا البتيفور الحلو ده ازاي. في البوله بتاعه العجان هنزل ب 600 جرام من الزبده، والزبده انا مطلعاها من التلاجة قبل ما اشتغل فيها بساعتين. نزلت عليهم كمان ب 150 جرام من السمنه البلدي، وكوبايتين من السكر البودر. طبعا السكر بتاعي منخول. هضرب بقى كده المكونات في العجان كويس جدا لحد ما القوام بتاعهم كده يبقى كريمي زي ما احنا شايفين. اللون كمان فتح اهو. هبدا كده انزل بقى اللي في الجناب، هفتح كده العجان وانزل اللي في الجناب، وانزل كمان اللي على المضرب. كل شويه هعمل كده حوالي يمكن مرتين 3، نضرب كده شويه وننزل اللي في الجناب علشان كل المكونات تختلط مع بعضها كويس جدا. عندي بقى 3 بيضات كاملين، مش فاصلين بقى الصفار عن البياض ولا حاجه، لا هننزل بس كده بال3 بيضات بس، هننزل واحده واحده. نزلت كده بالبيضه الاولى، ولما اختفت نزلت بالبيضه الثانيه، وبعد كده بقى هنزل بالبيضه الثالثه، وانزل عليهم كمان بمعلقه صغيره من الفانيليا. محضره جنبي بقى كيلو من الدقيق المنخول. هبدا كده انزل بقى بالدقيق بتاعي واحده واحده، بس لما انزل الاول بس كده اللي في الجناب وكمان اللي على المضرب، وارجع كده اضرب البيض مع الزبده كويس جدا. هبدا بقى كده انزل هنا بالكيلو الدقيق، طبعا زي ما قلت لكم كيلو الدقيق منخول. وهنا بقى مش هنعجن، هنقلب بس كده كام تقليبه لحد ما الدقيق بتاعنا يختفي خالص. ده قوام العجينه بتاعتنا حلو جدا. هنجهز بقى الكيس بتاع الحلواني، هنشتغل النهارده بالكيس. وهحط كده جزء من العجينه في الكيس، وهجيب بقى جنبي صينيه صغيره علشان انا بحب اعمل الاول كده اختبار للعجينه. بحط كده كام واحده في صينيه صغيره، وادخلهم بقى الفرن كده عشان اشوف العجينه بتاعتي مظبوطه ولا لا. هنظبط كده القمع اللي هنشتغل بيه، وهنظبط كمان الكيس بتاع الحلواني، وهحط كده كام واحده في الصينيه وادخلهم بقى الفرن على درجه حراره 170. التجربه دي بتبقى حلوه جدا علشان لو في اي حاجه في العجينه نبدا كده نلحقها قبل ما نخسر العجينه كلها. دخلت بقى الصينيه بتاعتي الفرن، وزي ما دخلت الفرن زي ما خرجت. شايفين البيتيفور واخد لون جميل جدا كده، لون اشقر وحلو جدا، وطالع معايا دايب، مش قادره اقول لكم بقى ريحته كانت قلب البيت قد ايه. حلو جدا. هنكمل بقى طالما العجينه بتاعتنا طلعت مظبوطه بالشكل ده، وهنجيب بقى الصواني بتاعتنا وهنبدا كده نعمل الشكل اللي احنا شايفينه. اعملوا بقى اي شكل انتوا حابينه. شايفين انا بالنسبه لي الشكل ده كان لذيذ جدا. خلاص كده هخلص بقى الصينيه بتاعتي، وهجيب جزء من العجينه احط عليه معلقتين من الكاكاو الخام، معلقتين كمان من السمنه، وهضربهم كده مع بعض كويس جدا علشان اعمل جزء بالشوكولاته زي اللي احنا شايفينه في الصينيه ده. بصوا دي كمان صينيه تانية هي عملتها ودخلتها الفرن. قعد بقى في الفرن على درجه حراره 170 من تلت ساعه لنص ساعه ل5 دقايق. سيبوا البيتيفور يستوي براحته علشان ياخد اللون الجميل اللي قدامنا ده. جبت بقى الشوكولاته بتاعتي اللي انا مسيحاها كده في الميكرويف مع معلقتين من الزيت، وهبدا كده انزل بنقطتين من الشوكولاته على واحده واسيب واحده، عشان هنلزق النهارده البيتيفور بتاعنا بالشوكولاته. انا مش هلزقه النهارده بالمربى، انا هلزقه بالشوكولاته. هاخد بقى كده واحده من اللي عليها شوكولاته، واجيب واحده تانية فاضيه ما عليهاش شوكولاته ولا حاجه، وابدا كده الزقهم مع بعض. بصوا حلو جدا بجد، مش قادره اقول لكم يا جماعه البيتيفور كان طالع دايب وهش وحلو قد ايه. لو ولادكم بقى جنبكم دلوقتي وعايزين يلزقوا معاكم كده البيتيفور، خليهم يلزقوا معاكم البيتيفور، هيفرحوا جدا بالموضوع. هنخلص بقى كل الكميه بتاعتنا وهنلزق البيتيفور بتاعنا بالشكل ده. وعندنا بقى شوكولاته بيضه خام، وشوكولاته بني برضو خام. عندي كمان شوكولاته الوان فارماسيل، وعندي كمان شوكولاته فارماسيل بني، وعندي بقى الفستق الكداب. الفستق الكداب احنا عاملينه مع بعض، والفيديو بتاعه موجود على الصفحه. هبدا بقى اشكل البيتيفور زي ما انا عايزه. هاخد كده البيتيفور احطه في الشوكولاته البني، وبعدين في الشوكولاته الفارماسيل، او هحطه في الشوكولاته البيضاء، وبعدين هنحطه في الفستق الكداب. زينوه بقى حسب ما انتوا عايزين وحسب راحتكم خالص. اعملوا الاشكال اللي انتوا حابينها، ولو ولادكم برضو موجودين جنبكم خليهم يشكلوا معاكم البيتيفور، هيفرحوا جدا بالموضوع. بصوا بقى البيتيفور بتاعنا طالع حلو ازاي. هنا خلاص كنا خلصنا بقى الكميه كلها، وما شاء الله طلعت بالجمال اللي احنا شايفينه ده، والكميه كانت حلوه جدا. كيلو الدقيق عمل لنا كل الكميه الحلوه اللي احنا شايفينها من البيتيفور دي. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم البيتيفور دايب وناعم، وفي نفس الوقت كده هش وخفيف وحلو جدا. ريحته بقى كانت قلب البيت من معلقه السمنه البلدي، او ال 150 جرام السمنه البلدي اللي احنا حطيناها. بجد كانت ريحته قلب البيت، وطعمه كمان في منتهى الجمال. شايفين؟ امشوا بس انتوا كده على المقادير اللي انا قلت لكم عليها دي، وان شاء الله هيطلع معاكم احلى بيتيفور. يلا جربوه، وكل سنه وانتوا طيبين.